انا جاي اصيح معاكم بس وعايز افهم ايه اللي كارفاخال عمله في اللقطة دي. انا مش بصيح، لا انا بصيح يا جدعان، انا بصيح. هو كارفاخال بيعمل ايه بجد؟ يعني كارفاخال احنا رايحين هجمة مرتدة في الدقيقة 91 ولا 92. كارفاخال ايه اللي هو عمله ده؟ هو بيعرض الكورة ولا بيبصيها ولا بيعمل ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. يعني هو حد يفهمني بس، هو اللي هو عمله ده بيعمل ايه؟ يا عم ماشي ماشي، انت غلطت، انت حمار وبتلعب الكورة غلط. ماشي، احنا عارفين انك حمار غلط. طب ما ترجع تدافع يا اسطى. إيه اللي انت بتعمله ده؟ انت بتمسك واحد في نص الملعب، وحد قالك انك نص ملعب تلعب نص ملعب؟ يعني بذمتك حد قالك انك بتلعب نص ملعب؟ فاقف امسك واحد نص ملعب، ما ترجع يا اسطى تدافع. وطبعا هنا كارفاخال سمع الكلام وحب يرجع يدافع، بس هو كان مجهد شوية. هو ما كانش راجع، لا هو كان بيتمشى في الملعب. يعني هو كان بيتمشى عشان يوصل للاعب ويقفل عليه، بس هو بيتمشى. يعني قال لهم قفلوا عليه انتم، انا على ما اوصل عشان انا بموت. انتوا ممكن تنادوا عليا في نص الطريق يعني ولا حاجة، ممكن اتدفن قبل ما اوصل. وطبعا عارفين إيه اللي حصل بعدها. خدنا جون، يعني جون ملوش اي 60 لازمة عشان واحد حيوان زي كارفاخال ما بيعرفش يدافع. يعني هجمة مرتدة ليه انك تحط التاني وتخلص الماتش، تترد عليك بهجمة مرتدة ويحط فيك جون هو اللي يخلص الماتش. انا بصيح يا جدعان.